بتصميم وعزيمة مستمدة من الصخور والجبال التي يتخذونها بيوتا لهم، وبإرادة لا تنحني، نصبوا عيونهم منارات وقلوبهم محارس وسواعدهم دشما لمواجهة أي متسلل أرعن. رجال حرس الحدود، وتحديدا على الحدود السورية اللبنانية في ريف القصير، هم ضيوف شاشة الإخبارية السورية من خلال جولتنا معهم على هذه الحدود لرصد محاولات المسلحين الإرهابيين لخرق الحدود وتهريب السلاح واغتصاب أمان الشعب السوري. من خلال 48 ساعة تم مجموعة مسلحة بالهجوم على عناصر حرس حدود. قمنا بالمساعدة والتصدي لهذه المجموعة والقضاء على مجموعة من الإرهابيين والإمساك بالبقية وتسليمه إلى السلطات المختصة. نحن هون عناصر لمنع أي تحاول تسلل إرهابي من الأراضي اللبنانية، وبنريح مثلا نوبات، نوبة أنا نوبة زميلي. نحن مرابطين ليل نهار على الحدود لمنع أي خرق أو أي تسلل، ونحن جاهزين للتصدي لأي خرق وبذل أي حتى آخر نقطة دم فينا. طبعا في نقاط حاليا بالنقاط اللي لنا اللي بعد هالنقطة هي بيصير حالات تسلل. طبعا بالريف القصير الجنوب الغربي بيصير حالات تسلل من النقاط اللي مجاورتنا. طبعا الشباب اللي هناك بيتصدوا بشكل جيد لعمليات التسلل. نقاط الحدود التي مر بها فريق الإخبارية عديدة، وكانت صعوبة ووعورة الأرض هي المميز الأساسي لجولتنا. في بعض الأحيان كانت الدراجات النارية وسيلة التنقل، وفي بعض الأحيان المشي على الأقدام لمسافات طويلة. الأرض التي أمام الكاميرا هي ريف تلكلخ، تزداد هناك نسبة الخطورة. المكان الذي يختبئ فيه المسلحون في جحور ومخابئ يعتبر من أبرز النقاط التي يتم منها تهريب السلاح إلى سوريا، وهو أبرز المناطق التي ينجح فيها أبطال الحدود السوريون في إبطال عمليات التهريب والتسلل. حرس الحدود اسم على مسمى، فهم حقا خط دفاع أساسي عن هذا البلد، ومهمتهم التي تتكامل مع مهام بقية فرق الجيش العربي السوري هي أقدس المهمات وأسماها، فهي تستمد قداستها من قداسة الوطن.